ما بعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسلام دونجا وحلقه جديده من برنامج عطاير وما بعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري. اخر تجارب الزمالك قبل مباراة الموسم امام بيراميدز في نهائي الكاس. مباراة مهمة جدا مقبلة بالنسبة للزمالك، مباراة حياة أو موت، لأن ما ينفعش الزمالك يخرج بموسم صفري. ما ينفعش الزمالك يتغلب من بيراميدز 3 مرات في موسم واحد. الزمالك فاز على فاركو في تجربة بالنسبة لي أو من وجهة نظري كنت شايفها تجربة مهمة جدا جدا فيها استفادات كتيرة. الكابتن أيمن الرمادي عمل شوية شغل النهاردة، أو إذا كان في شغل فني شفنا الزمالك إلى حد ما كان شكله كويس، وفي بعض الأفكار والاستحواذ بدأ يتطور بشكل افضل، وعمليه التدوير بالكوره والخروج بالكوره، وفي افكار والتسديد الكتير، في افكار كتيره كابتن ايمن الرمادي اشتغل عليها، او نقول ان هي ظهرت. بالاضافه لكده لفكره التغييرات، وان هو ادى لعيبه كتير ويريح لعيبه عشان يجهز اللعيبه كلها لمباراه الكاس زي ما قلنا، وقلنا ان هي تتسمى مباراه الموسم. قبل ما نتكلم عن المباراه صديقي العزيز المشجع الزملكاوي، فضلا وليس امرا تدعم المحتوى اللي احنا بنقدمه ويكون يعني استمرارا لدعمكم المتواصل الفتره الاخيره، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس واللايك والكومنت والشير، مهمين جدا علشان صوتنا يوصل لكل الناس. قبل ما نخش في المباراه برضو عندي نقطه مهمه جدا محتاج اتكلم فيها، وموضوع مهم جدا جدا، وهو موضوع تحديد مباراه الكاس، نهائي الكاس امام بيراميدز. اتحاد الكوره نزل علينا ببيان وقال ان المباراه المفروض ان شاء الله يعني منوا علينا وحسوا بينا ان المباراه لا ما ينفعش تكون 8، هنخليها لكم 8 ونص. يعني انتوا انا نفسي افهم بس، هل حضراتكم مسلمين؟ حضراتكم بتتعاملوا بلاش انتوا مسلمين، حضراتكم بتتعاملوا مع مسلمين ولا عالم ما لهمش مله؟ يعني ايه ماتش نهائي كاس ممكن يكون فيه اكسترا تايم، وممكن يكون فيه ضربات جزاء، واللعيبه تنزل تسخن وقت اذان المغرب، والمفروض يوم صيام، واللعيبه لازم تكون صايمه، والجمهور هيكون صايم. بس يا سيدي الجمهور طول عمره بيروح ماتشات من بدري وممكن يفطر في المدرج وبياخد اكله معاه وبيعتبرها رحله. فسيبك من الجمهور، كده كده انتوا مش شايفيننا. احنا كجمهور احنا مش فارقين معاكم بحاجه. طب على الاقل اللعيبه دي هتلعب ازاي وهي صايمه؟ هتلعب يعني الساعة 8 ل 10 أذان المغرب ويوم عرفة، وأنتوا كاتبين في البيان مش عارف إيه عشان مع يوم عرفة. يعني أنتوا عارفين إن ده يوم عرفة وإن الناس صايمة أو اللعيبة صايمة، تقوم تخليني الماتش 8 ونص؟ فرقت معاكم في إيه؟ يعني أنا محتاج بس حد يقول لي الفكرة هنا كان إيه وهم بيحددوا إن نأخر نص ساعة. إيه الحنكة في اتخاذ القرار؟ قرار في منتهى السوء اللي في الدنيا. يعني ايه؟ والله هتجنن، حد يجاوبني، حد عنده فكره يا جماعه. يعني ان الماتش يطلع من 8 ل 8 ونص هيفيد في ايه؟ ما هو 8 ل 10 الاذان، اللعيبه اصلا في 8 ل 10 دي او 8 المفروض بيكونوا نازلين يسخنوا، فهيفطر ولا ينزل يسخن؟ فهيصوم 16 ساعه ومش هيفطر، ما هو مش هينفع يفطر وينزل يلعب، فهيصوم 16 ساعه. والله اعلم الماتش يخلص امتى بعد ضربات جزاء، يعني ممكن يخلص 12 لو وصل يعني اكسترا تايم وضربات جزاء يوصل لحد 12، فاللعيب يصوم بقى كام ساعه؟ احسب انت يا صاحبي. كارثه. ونيجي نقول اللعيبه بتقع عليه واللعيبه بيغمى عليها ليه، ولينا في احمد رفعت خير مثال قدامنا. فالناس ايه يا جماعه؟ طب ما الماتش يتاجل يوم طالما الموضوع معاكم صعب من التقارير الامنيه او الجهات الامنيه ان الماتش يترحل من بدل 8 يبقى 10، الجهات الامنيه قالت صعب. طب خلاص يا عم خليه اول يوم العيد، خليه قبلها بيوم، قبل يوم عقد عرفه، بدل الخميس يبقى الاربعاء، خليه ثاني يوم، حط اي يوم يا باشا. يعني فين القرار يا جماعه؟ انا عايز افهم. هي خلاص قران ان الماتش يتحدد يوم الخميس، ودي غلطتكم انه عارفين ان الماتش هيكون يوم الخميس، يوم وقفه عرفه من بدري، وجايين في الاخر مش عايزين تغيروا الميعاد. مش قادر افهم ولا استوعب اللي بيحصل. عك وحاجه قرف من الناس دي. لو قصده، يعني هي مش لو قصده، هم قاصدين يكرهونا في الكوره ويخلونا ما نشجعهاش، هم عايزين كده. ما القرارات دي مستحيل تكون قرارات ناس بتخاف على البيزنس او الرياضه. ما الرياضه دلوقتي بقت بيزنس. انتوا الاستثمار في الرياضه انتوا بتدمروه بالمنظر ده. فين الفكر؟ انا ما اعرفش. فده كان موضوع لازم اتكلم فيه واعلق عليه قبل ما نخش في المباراه النهارده ونتكلم عن مباراه الزمالك وفاركو. الزمالك لعب مباراه زي ما قلت لك يا صديقي العزيز كانت مباراه ممتازه بشكل كبير. انا شايف ان الزمالك كان بدا يبقى فيه افكار. الزمالك النهارده بيلعب تدوير كوره فيها سرعه شويه، مش بطء زي قبل كده، في تحرك بدون كوره،
في تسديد كتير ودي نقطه مهمه جدا. وكان شوط اول تحت عنوان شحاته ابو كفر، وهو محمد شحاته مان اوف ذا ماتش يعني بالنسبه لي، او مان اوف ذا الشوط الاول، هو رجل الشوط الاول. الشوط الاول كامل ما فيهوش غير محمد شحاته، بيجري وبيباص وبيسلم ويستلم وبياخد مساحات لزمايله وبيساعد ناحيه اليمين ويساعد الشمال ويسجل الهدف، والكره ثانيه تيجي في العارضه وفي الجون وترجع كانت تخش. فمحمد شحاته عمل شوط ما شاء الله تبارك الله كان ممتاز. اتمنى ان محمد شحاته يستمر على كده في مباراه بيراميدز ويسدد كتير، ومن الواضح ان دي تعليمات، ان سيف جعفر سدد، احمد عبد الرحيم ايشو سدد، فاللعيبه من الواضح ان في تعليمات من كابتن ايمن الرمادي ان هم يسددوا كتير. فالزمالك لعب المباراه او الشوط الاول كان الى حد ما شكله مقبول في موضوع تدوير الكوره، ينقصه خلق فرص كتير. هو ما كانش فيه غير كوره سيف الجزيري اللي اتعملت من احمد عبد الرحيم ايشو لتحت، والجزيري ما خدهاش تصرفات النهارده. الجزيري كلها كل قرارات الجزيري سيئه جدا. شوطه محمد شحاته بتاع الهدف اللي عملها بشكل ممتاز قوي، حطيت له خد بالك الكره دي ما تفكرش ان هي سهله، واللي لاعب كوره فاهم هيبقى فاهم اللي انا بقوله ده. لعيب الكوره اللي الكوره تبقى جنب رجله ويحطها سنه كده تبقى قدامه مش بعيده، وما يجريش وما ياخدش عزم، هو يروح مودي رجله يمرجح رجله، ده انت بتتكلم على لعيب مميز قوي، ورجله عضله رجله الاماميه شايلاه وقويه عشان من تحت رجله يودي بالمنظر ده. فالكره مش سهله ان لعيب يحط من المسافه دي رجله وتروح بالمنظر ده، فانت بتتكلم على لعيب رجله ما شاء الله تبارك الله محمله انه يعمل الحركه دي. فالفكره ان شحاته يطور من ده ويشتغل عليها كتير، طالما انت عندك دي ميزه وميزه قويه مش بتبقى موجوده في اي لعيب. خد بالك ان لعيب يودي من الكره قريبه منه، دي مش موجوده في اي لعيب، دي ملكه ومهاره موجوده ربنا بيديها للعيبه، يعني لعيب معين تلاقيه موهوب في الموضوع ده. فشحاته لازم يشتغل على النقطه دي، فهو حط الكره بشكل ممتاز ووداها. الكره راحت بصراحه هايله جدا في مرمى محمد نديم، كان الهدف الاول للزمالك. الزمالك بعدها ما كانش فيه زي ما بقول لك خلق فرص كتير، ده اللي كان يعيب الزمالك في الشوط الاول، لكن استحواذ تدوير حركه كتير بدون كوره. لحد ما جينا في اخر الشوط الاول، وشوطه شحاته اللي قلت لك عليها كانت قويه جدا برده، اللي خبطت في العارضه وكان نفسي الكوره دي تخش، كانت جميله جدا. الشوط الاول برضو في نقطه مهمه لازم نتكلم عليها، وهي استمرار اللي اتكلمنا فيها قبل كده، وهي نقطه ضعف الزمالك في الكور الثابته سواء لينا او علينا. لا زال الزمالك ما بيستخدمش الكور الثابته تماما، كارثه في استخدام الكور الثابته. الزمالك ما بيعملش اي حاجه من الكور الثابته لينا، سواء ركنيات او الفاولات. يعني جالنا ركنيات عرضيات سيئه، جالنا فاول عبد الله السعيد حطها فوق العارضه بشكل سيء، فاللعيبه بتسدد الكور الثابته بشكل مقرف. فمحتاجين من كابتن ايمن الرمادي ماتشات الكاس او ماتشات الكبيره بتخلص بالتفاصيل الصغيره دي، الحاجات البسيطه دي. ممكن من فاول اخطف الماتش واخد البطوله، ممكن بالركنيه اعرضها بشكل ممتاز حد يسجلها بالراس واخطف الماتش واروح. فمباريات الكاس او المباريات الكبيره محتاجه التفاصيل دي، فاتمنى ان كابتن ايمن الرمادي يشتغل عليها. وكنا انتقدناها الماتش اللي فات، وقلنا ان كابتن حماده السيد جابوه وبيقولوا متخصص في المجال ده، ولا زال مفيش حاجه حصلت في الكره الثابته. واللي علينا برده خطره جدا، يعني في كوره اتعملت عرضيه كان عبد الله السعيد مع اللعيب اللي اسمه بابكار نضاي، راح عبد الله السعيد سابه وطلع قدام، راحت لنضاي عملها بالهيد جت من فوق العرضه، كانت ممكن تبقى كوره جول. فالزمالك لازال حتى في الكور الثابته ما بناخدش الكور العاليه اللي علينا خالص، ما بنقفش صح، ما بناخدش كل الكور. فلازالت دي نقطه ضعف موجوده في الزمالك، كانت في الشوط الاول وبرده على فكره هي موجوده في الشوط الثاني ما اتعالجتش. بس ده كان الشوط الاول. الشوط الثاني بدا كابتن ايمن الرمادي زي ما بقول لك بافكار ان هو بيغير اللعيبه ويدي اللعيبه من بدري. عمل 3 تغييرات، نزل مصطفى الزناري مكان عمر جابر عشان يريح عمر جابر يبقى فيه جاهز لمباراه بيراميدز ما يكونش مجهد. طلع دونجا بيقولوا للاصابه وبيقولوا ان هو بيعمل كشف طبي مش عارفين موقفه ايه، ونزل مكانه محمد السيد اللي بالمناسبه عمل شوط كويس جدا. يعيبه بس شويه حاجات هننصحه عليها، هننصح محمد السيد عليه يعني في النقط دي واحنا بنتكلم. نزل ناصر ماهر مكان عبد الله السعيد، وبرده فكره كويسه او فرصه كويسه ان انا اجيب رجل ناصر هينفعني كبديل يكون موجود في مباراه الكاس. كان نفسي احمد حمدي يكون موجود برده وياخد عشان يجهز عشان مباراه الكاس. وبعدها بشويه راح مدافع بشيكابالا مكان كان تقريبا سحب شحاته ولعب وزود، والزمالك بدا يشتغل برضه فرص. وشيكابالا اول ما نزل عمل كروس هايل اوفر بالمسطره، وهنا تدخل او قرار الدخول من محمد السيد ممتاز، يقول ان هو لعيب عايز او عنده نزعه هجوميه رغم ان هو كان بيلعب مركز 6، لكن قطع المساحه وكتم الكره بشكل ممتاز. يسجل الزمالك الهدف الثاني. غير كده ما كانش تقريبا في فرص كتير. كل الفرص اللي بنخلقها او اللي بنبدا نروح بيها كانت دايما بتخلص وبتنتهي عند سيف الجزيري. كل قراراته سيئه سواء في العرضيات، في الباص، لو بنطلع بالكوره يبقى بتطلع بالكوره عليه وفجاه يروح عامل باص للهواء يضرب الجمله اللي انت بتطلع عليها.
في كرة عدى منها تقريبا مش فاكر حد عمل له الباص يعني، كان تقريبا ناصر ماهر، الجزيري عدى فيها من الجنب، عدى وبسرعته راح من ناحيه من قرب الخط الركنيه مع ال 18 وراح عامل اوفر كروس موديها في الاوت هناك. لو عملها بالراحه لتحت كان موجود اثنين في جوه ال 18 جول. فالجزيري قراراته كلها سيئه، كان هو مصدر انهاء وتدمير الفرص اللي الزمالك بيبدا يشتغل عليها طول المباراه، او طول يعني كل هجمه انت بتعملها تنتهي وتبوظ عند سيف الجزيري. نتكلم على افراد اللعيبه. بالنسبه لي النهارده لازم نتكلم عن احمد فتوح، عمل مباراه ممتازه. فتوح كان بيلعب باك ليفت لكن كان بيخش كتير للعمق عشان يساعد في تدوير الكوره، دي فكره من افكار جوزيه جوميز اللي اتكلمنا عليها كتير. ففتوح عمل مباراه كانت كويسه حتى على المستوى الدفاعي. حسام عبد المجيد والونش، بالنسبه لي النهارده الونش احسن من حسام في الكره اللي هي كان فيها شك للفار راح يشوفها، كانت قرار سيء من حسام، ما ينفعش ان انت تزقه، ومن الاول ما كانش ينفع ان اللعيب يسبقك كده. حسام كان لازم تحط جسمك قدامه وتمنعه ان هو يروح للكوره، دي كانت غلطه من حسام يعني الغلطه الوحيده. لكن انا بقول ليه حسام؟ لان حسام الفتره الاخيره بيقدم مستويات ممتازه ممتازه ممتازه، فانا مش عايز منك حاجه زي كده. بنتكلم على عمر جابر، لازال بعيد قوي عمر جابر، نفسي عمر جابر يرجع. عمر جابر عمل الموسم اللي فات بتاع الكونفدراليه خيالي، ما اعرفش ليه عمر ضرب غطس تاني لعمر زمان اللي هو كان لسه طالع من الناشئين. فاتمنى ان عمر في مباراه بيراميدز يجيب الفورمه، وعمر بيحب الماتشات الكبيره اللي فيها جمهور وفيها شحن وفيها رتم عالي، فاتمنى ان عمر يجيب مستوى ويعمل مباراه تكون كويسه. دونجا قدم شوط معقول، ممكن نقول احسن من الفترات اللي فاتت، كان بيعك فيها كتير، بس ممكن لحجم او لقيمه الماتش ومفيش ضغط في الماتش ممكن نقول مفيش لعيبه بتضغط عليك كتير، بتستلم براحتك، فممكن يكون كده. ومش عارف هيكون جاهز للمباراه ولا لا، لان بيقولوا ان هو مصاب. محمد شحاته طبعا عمل شويه اللي لعبهم كلهم لحد ما خرج في نص الشوط الثاني 10 على 10 محمد شحاته. وكده كده محمد شحاته بقى له فتره من اهم ايه، هو اهم لعيب في الزمالك محمد شحاته الفترات الاخيره، ما شاء الله، جري ورك ريت عالي، البدني رجله شايلاه، بيسدد، بيسجل النهارده، بيباص باصات ممتازه، بيعدي في الواحد على واحد. فمحمد شحاته ما شاء الله عامل فتره ممتازه. عبد الله السعيد النهارده ما كانش افضل حاجه، استمرار لعبد الله السعيد الفترات الاخيره، برضه عبد الله من اللعيبه اللي ضربه وغطس بشكل كبير، محتاجين عبد الله يفوق لمباراه الكاس، هيفرق معانا لو عبد الله فايق. سيف فاروق جعفر النهارده عمل مباراه ممتازه، كان بيجري كتير، كان بيشقى، كان بيحاول حتى في الباصات، في باصه عملها بشكل ممتاز قوي بوش رجله الخارجي الايشو اللي راحت وراح عاملها ببطن رجله عاليه في العارضه، كوره كانت خطره جدا في الشوط الثاني. وهنا انا لوم على ايشو بس، يعني نيجي كده قلنا لسيف جعفر خلي ايشو، سيف جعفر في عمل الشوط يعني المباراه تقريبا كلها كانت هايله، تسليم استلام، بيجري رغم انه بيلعب بجناح، وقلنا ممكن في حاله ما قبل المباراه قلنا ان هو ممكن يلعب جناح، وفعلا سيف عمل شويه حلوين في الجناح. مش طبعا مش افضل حاجه لانه مش مكانه، لكن انا شايف ان هو عمل مباراه ممتازه يستحق عليها رجل المباراه. بالنسبه للكره عشان هنروح لايشو، بالنسبه للكره اللي سيف جعفر اداها لايشو، ايشو المفروض يعني انا لما اشوف الكره من الكادر اللي ورا، ايشو كان ممكن بسهوله وبعقل وبرزانه بدل ما يعملها ببطن رجله عاليه، الزاويه اللي تحت الارض لو كان عملها ببطن رجله يعني هو اشول، بس باص كده خفيف هتخش من جنب الجول، كره هدف بسهوله جدا، ما كانتش محتاجه ان انا ادي العزم ده في سقف العارضه يعني الجول انت حطيتها في الجول. يعني محمد نديم اصلا حارس المرمى وقطه تقريبا من خوفه انه يجري في وشه، فانت ليه تحطها بالمنظر ده؟ كان ايشو المفروض يعملها من تحت رجله كانها ار2 خفيف لبره تخش من جنب الجول، كانت سهله جدا، كانت الزاويه مفتوحه. دي بالنسبه يعني للكره اللي اتكلمنا عليها لايشو. بالنسبه لايشو طول اللقاء ايشو عايز يشتغل على نفسه في موضوع البدني، ايشو لازم يطلع اعاره يجمد شويه وياخد ماتشات، لان ايشو ضعيف جدا، ايشو محتاج يقوى، يلعب، يخش جيم، يتصرف، لان ايشو ضعيف. حتى التسديده بتاعته تلاقيها طالعه قد كده، الباص بتاعه تلاقيه مفيش، دايما هو حاجته كلها ضعيفه، لان هو لعيب جسمانيا ضعيف، ممكن يكون حريف شويه ومش قوي، خد بالك. يعني انا من وجهه نظري ايشو لسه ما جابش يعني ما يعني مستواه ما يقولش انه يلعب في الزمالك في الفتره دي، لازم يطلع اعاره يكسب خبرات ويقوى ويدوس على نفسه ويلعب بدني شويه، يخش جيم يعمل تقويات، لان ايشو ضعيف جدا. سيف الجزيري زي ما قلت لك قدم مباراه سيئه جدا. بالنسبه لشيكابالا طبعا ما لحقش يقيمه، هو لعب شويه، عمل كره الجون بشكل ممتاز وشكرا على كده. الزناري برضه ما قدمش حاجات كتير لما نزل. محمد السيد قلنا عمل شويه كويسين جدا، الشوط كله كان ممتاز. بس محمد السيد في نصيحه لازم يفهمها، محمد سيد تحسه بيلعب ورا في عياء، محمد سيد متنك قوي، عايش الدور قوي، شايف ان هو لعيب كبير قوي، وهو على فكره لعيب كبير حريف قوي وعنده رؤيه وبيعرف يعدي ويرقص وبيطلع بالكره ممتاز، يعني انت لما تيجي تطلع عليه بالكره ممتاز،
بس هنا محمد السيد لازم ينزل شويه على الارض وبلاش رفعه الياقه، ولازم يهين نفسه شويه، لازم يهتم شويه، لازم ما يحسش ان هو نجم كبير وهو لسه ما عملش حاجه وما وصلش لحاجه. دي النقطه والنصيحه لمحمد السيد، هو لعيب كويس فلازم يتقال له كده. ده بالنسبه للمباراه النهارده وتقييم الافراد. بالنسبه لكابتن ايمن الرمادي زي ما قلت لك، انا شايف انه استغل المباراه احسن استغلال، في فكره ان هو ادى لعيبه كتير عشان يجهز التيم لمباراه الكاس، المباراه مهمه جدا قدام بيراميدز. ده كان كل اللي معانا بخصوص مباراه الزمالك وفاركو وما بعد المباراه وفوز الزمالك 2-0 على فاركو في المباراه البروفا الاخيره قبل مباراه نهايه الموسم ومباراه الموسم امام بيراميدز في نهايه الكاس. طالما وصلك الفيديو صديقي العزيز، استمرارا لدعم حضراتكم الفتره الاخيره، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واللايك والكومنت والشير مهمين جدا عشان صوتنا يوصل لكل الناس. كان معاكم اسلام دمنه في حلقه جديده من برنامج عطار، نتقابل دايما على خير يا صديقي العزيز، سلام.